السلام عليكم، شلونكم شباب؟ اليوم حاعلمكم أساسيات الهجوم في الهوك. أول شي لازم تعرف أماكن الجاينت بوم. طبعا أماكن محتمل للجاينت بوم بجانب الأرشر تور اللي في الأعلى، أو بجانب الكانونين اللي في الأعلى بالجهة العليا، والتسلات احتمال جنب التاون قريبة عن الملك والملكة، وباقي الجاينت بوم متوقع خارج القرية. المهم شاهد الهجمة. من الأشياء الأساسية بهجمة الهوج أن تتخلص من الملوك أو الملكة بشكل أساسي والدعم. اللاعب قام بتصفية الجوانب إنه بنزل الملوك للمنتصف. أعطى رئيس حتى يتخلص من الملوك والدعم بسرعة. قام بتنزيل الهوج من الجوانب وحيعطيه انعاش. هيعطي انعاش ثاني وسم للتخلص من. لاحظوا ان السكيلتون تتجمع على الهوج. ثلاث ما حينزل جيش التصفية على الجوانب. الهجمة الثانية من لاعب جيمس بوند. نزل الملكة من فوق مع بعض الهيلرات حتى يتخلصوا من الملك. هينطي ريز لأنه حتنخفض طاقة الملكة. وهلا أثناء حينزل جولمان من الأسفل ويفتح لهم السور ويدخل الملك مع كم وزر حتى يوصلون على الملكة والدعم. هلا أثناء حينزل الهوج من الجهة العليا وينطيهم انعاش. ما بقى شي بقى بس عملية تصفية سريعة. طبعا من المتوقع أن تكون التسلات في تصميم جنب الكلاين كاسل. الجاينت بوم اثنين هنا، واحد يمها الارشر وواحد يمها الارشر، واحتمال واحدة يم الاكسبو هاي واحدة يم الاكسبو. نتابع الهجمة. نزل جولمات مع وزار والملك بالمنتصف. هيفتح السور بالإيرث كويك وينطى ريج. ما انطى ريج، انطى انعاش للهوج وينخفض بطاقته. ريج بالمنتصف حتى يتخلص من الملوك.
دقيقة على جاي تنظف بالجوانب وزارتين وملكة وجولومايت من الأسفل. إن شاء الله استفادتوا من المقطع، لا تنسوا الاشتراك بالقناة.